في آخر العالم جزيرة اسمها الوحد أسطورة الباف أرض العمالقة وأرض الحكايات اللي محدش قدر يقفل صفحتها. نار في الغابة، صرخات غريبة وحاجات قديمة بدأت تتحرك. طاقم قبعة القش وصل من غير ما يعرف إن دي مش مجرد جزيرة جديدة، دي بداية أرك هيغير موازين القوة ويفتح باب للعالم ما كانش مستعد له. ولكن بيبدأ لو انت لسه ما اشتركتش فانزل واشترك، لان اشتراكك بيفرق معاك جدا. فنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وندعي لاخواتنا واهلنا في فلسطين، ويلا بينا نبدأ. وبعدها بقى بنروح لمملكة كاماباكا، وبيكون في ناس كتير هناك خايفين لانهم يموتوا وبيقولوا انهم مش عاوزين يموتوا. ولكن وقتها بقى بنشوف كوالا وهي كتبت كل كلام في جبنك بتاع البث، وبتلخص الكلام بتاعه في نقط رئيسية. وبتحكي وبتقول اندلاع الحرب في القرن الفارغ اللي ما كانش حد يعرف عنه اي حاجة، وبسبب الأسلحة العتيقة اللي استخدمت وقتها غرق العالم 200 متر تحت المية. واللي هيحصل على الون بيس هيكون ملك القراصنة وهياخد القوة دي مرة تانية. وبيتكلم سابو بيقول أنا دلوقتي عرفت ليه التنانين السماوية عايشين فوق الريد لاين، لأن ده بيكون أعلى مكان في العالم. وبيقول ايفان كوك هو كمان علشان كده كانوا بيجبروا العبيد طوال ال 700 سنة اللي فاتوا انهم يبنوا الجسور العملاقة بدون توقف، زي تيكيل وولف وفوتيكا وولف وروم وولف وولف ذات نفسها. وبيقولوا ان هما دلوقتي فهموا كل حاجة واتضح ليهم كل شيء قدامهم وايه اللي كانت الحكومة بتخطط ليه من سنين فاتت. وبعدها بقى بنروح لدراجون وبيتكلم مع نفسه وبيقول ان في جبان قال كلام خطير جدا، ولكن المشكلة ان اكيد في ناس كتير في العالم مش هيقدروا يستعدوا كويس قبل ما الكارثة تحصل. وبيقول علشان كده لازم يعجل ويحسم الامر قبل ما تدخل شعوب العالم كلها في صراع مع بعض لتأمين اراضي امنة ليهم. وبعدها بقى بنرجع للوفي مرة تانية وهو بيكون بياكل وبيحتفل لسه مع العمالقة. وبيقول العملاقين دول للوفي انهم بعد ما سابوهم في ووتر 7 قرروا انهم لازم يروحوا يشوفوا الزاعمين بتوعهم على جزيرة ليتل جاردن. وبيقولوا له ولكن لما رحنا هناك لقيناهم بيضربوا بعض باللكميات من غير أسلحة، ولما سألناهم قالوا إن الأسلحة بتاعتهم اتدمرت بالكامل. وقرروا إنهم يجوا معانا لجزيرة الباقي يجيبوا أسلحة من هناك ويرجعوا تاني. وبعدها بيفضلوا مكملين في الحفلة، والهرج والمرج بيشتغل في كل مكان، وكلهم بيكونوا سعداء ومبسوطين وعمالين ياكلوا ويشربوا ويغنوا كمان. المهم بعدها بنروح لحادثة حصلت قبل شهر على جزيرة جارتل في العالم الجديد. والجزيرة دي طبعا كانت تحت حماية اليونكو شانكس، ولكن عمنا بارتولوميو حبيب لوفي حرق العلم بتاعها ونصب مكانها علم لوفي، وقال ان هي تحت حمايته دلوقتي. وطبعا الموضوع ده سمع عند اليونكو شانكس وحلف انه ما يعدي الموضوع ده ابدا. وفعلا بنيجي للحاضر بتاعنا وبنشوف شانكس وهو رابط بارثولوميو قدامه قدام اتباعه كمان، وبيعتذر له بارثولوميو انه يعفو عنه وعن حياة اتباعه. ولكن بيقول له شانكس ما هو انا لو سامحتك المرة دي يبقى الاعلام اللي انا اديتها للجزر التانية دي ملهاش اي معنى، واي حد ممكن يهجم عليها ويفتكر ان انا هسامحه زيك. فبيتدخل واحد من اصدقاء شانكس وبيقول له يا زعيم احنا ممكن نعرض عليه عرض، ممكن نديله السم ده ونديله مهلة شهر علشان يزقيه للوفي ويقتله وبكده نعفو عن حياته. وبيبدأ يحكي عن خطورة السم وانه سم قوي جدا وبيعمل نزيف حاد في المخ وبيقتل الشخص فورا. ولكن حرفيا بارتولومي بيكون عنده ولاء كبير جدا للوفي وبيقول انه يستحيل يعمل كده، وبياخد السم هو وبيشربه وبيقول ان هو اللي هيتحمل العواقب بدل لوفي. وبياخد السم فعلا وبيشربه قدامهم كلهم في وسط دهشة اصدقائه، واصدقائه بيكون خايفين عليه وعمالين يصرخوا خايفين عليه جدا ليموت. وبيبدأ بارتولوميو انه يشتم في نفسه وبيقول ان لوفي ما كانش ليه اي دخل باللي انا عملته، احنا رفعنا الراية بتاعته وشربنا الساكي بدون اذنه. وبيقول كان نفسي اشوف لوفي هو ملك القراصنة ولكن انا رحت فيها بسبب حماقتي. وبنشوف بارتولوميو مستني نفسه يموت، ولكن فجأة بيلاقوا نفسه ما ماتش وان السم طلع مزيف. وعلى طول بياخدوا اصدقائه بسرعة على السفينة وبيبحروا لمكان بعيد. وبيكونوا مش مصدقين عينيهم ان اليونكو شانكس سابهم يمشوا كده، وبيقول انهم ما افتكروه مرعب زي بقية اليونكو ولكن تسامحه فاجئهم. وبعدها بنشوف شانكس هو مبسوط وبيقول انه ما كانش متوقع ان لوفي عنده اصدقاء بيكونوا له الولاء ده كله. ولكن فجأة بيتدخل ابو يوسف وبيقول تنحى قليلا يا زعيم لابد من تصفية الحسابات. وفجأة بيضرب عليهم بالبندقية بتاعته بيفجر السفينة حرفيا. وانا هنا بصراحة ما بقتش فاهم حاجة، منين شانكس ادالهم الامان وخلاهم يمشوا من قدام، ومنين يغدر بيهم كده؟ مش رجولة والله يا عم شانكس. المهم بعدها بنشوف تيتش رجع لجزيرته من تاني جزيرة هاتشينوسو أو جزيرة القراصنة، وبيكون مش مصدق اللي حصل في الجزيرة وبيزعق مع بقية الطاقم لأنهم سابوا كوبي يهرب منهم. وكان بيقول إن حاليا حتى حكومة العالم هتشارك في البحث عن الوان بيس ده غير بقية اليونكو اللي هيتصارعوا هما كمان مع بعض، وغير بقية القراصنة اللي في العالم. كل ده ما كناش هنعرف نقف قصادهم في الوقت الراهن.
إلا طبعا لو كان معانا كوبي، هي الورقة الرابحة اللي كانت معانا كنت هتفاوض بيها مع الحكومة، ولو فكروا يهجموا علينا ولا حاجة إزاي سمحتم ليهم بالهرب. ولكن حرفيا بيصدموا أكتر وبيقولوا له إن موريا كمان هرب من الجزيرة، وده بقى بيجننوا يا جماعة وبيكون عاوز يقتلهم. ولكن وقتها اتباعوا بينادوا عليه وبيحيوه وبيقولوا له يا زعيم احنا تحت اشارتك، مفيش حد غيرك انت اللي هيلاقي الوان بيس، ارجوك ورينا ازاي هتحكم العالم. وبعد بقى بنشوف تيتش وهو قاعد مع رجالته جوه وبيحكوا له كل اللي حصل على الجزيرة وانهم قبضوا على البطل جارب مكان كوبي. وساعتها بقى بيفرح جدا وبيقول لهم ايوه ده هو التعويض ولا بلاش، وبيفضل يطبل لكوزان لان هو اللي قبض على جارب. ولكن هو بيقول له انه كانت هزيمته صعبة جدا وانه لو كان لوحده ما كانش هيقدر يهزمه، ولكن لما اجتمعوا عليه كلهم مع بعض قدروا انهم يهزموه. وبيقول بصراحة انا كنت ناوي اقتله ولكن سبته لحد ما تيجي. بيضحك تتش عليه وبيقول له مفيش داعي، كل اللي انا عاوزه حصل. ودلوقتي انا عندي اسير من اهم رجال البحرية، وكمان انا معايا بنت العيون اللي قبضنا عليها من عند البيج مام. وبعدها بيتصل على لافتي وبيسألوا ايه اخبار الجيش الثوري عندك، فبيقولوا ان هم فعلا جادين في خطة التجويع اللي كانوا شغالين عليها، واي سفينة او اي مون بتفكر تطلع لفوق الريد لاين كانت بتتفجر على طول، حتى عن طريق البحر او من سواحل الدول المتحالفة مع حكومة العالم. وبيقول ان لو فعلا حد مات من التنانين السماوية بسبب الاكل فده هيكون حادثة ما حصلتش قبل كده في التاريخ كله. فبيضحك عليه تيتش وبيقول له طب سيبك بقى من الكلام ده ولازم انك تبدأ في التحضيرات فورا، فبيقول علم. وبعدها بقى بنشوف كاترينا وفان اوجر رجعوا هما كمان للجزيرة وبيطلبوا من بيزارو انه يدخل السفينة عنده. ولكن هو بيقول لها يعني انت مش قادرة تروحي ترسي المرسى، انت مش شايفة ان انا مصاب قد ايه؟ وبعدها بقى بنشوف داخل السفينة بنشوف كاريبو ميت من الرعب وفاكر ان الوحش ده يخطفهم. ولكن هي بتقول له بطل كلام كتير يا بيزارو وارفع السفينة داخل الجزيرة. فبيسألها بيزارو انتوا جبتوا الشخص اللي قلت عليه ولا لا، فبتقول له ايوه جبناه. وبعدها بنشوف ان عدى يومين على مغادرة الطاقم والعمالقة لجزيرة الايج هيد. ولكن فجأة بتحصل حاجة غريبة جدا وبنشوف ان العمالقة عمالين يصرخوا بيقولوا ان سفينة لوفي وجزء كبير من الطاقم بتاعه اختفى فجأة. وبيقول ان هم مش عارفين ان هم راحوا فين لان هم شربوا كتير جدا وناموا بعدها. وبيقعدوا يفكروا يا ترى ايه اللي حصل، وهل في وحوش هجمت على السفينة واكلتها ولا ايه اللي بيحصل بالظبط. ولكن فجأة في فريم تاني بنشوف ان نامي في حد بيصحيها وبيقول لها اصحي، وبتصحى نامي وبتفتح عيونها وبتقول ان هي حاسة ان دماغها بيوجعها من الاكل والشرب اللي شربته. وفجأة بتبص حواليها وبتلاقي ان كل حاجة كبيرة جدا وانها دلوقتي قاعدة في قصر كبير مش على السفينة، وبتقول يا ترى هو انا فين بالظبط. نروح لجزيرة الباف اخيرا وبتشوف هناك في حريقة كبيرة في الغابة والعمالقة بيحاولوا انهم يطفوها، وبيقولوا انهم لازم يطفوها بسرعة علشان ما توصلش لشجرة العالم والبلد كلها تتدمر. وبيقولوا ولا ايه رأيكم اننا نروح نبلغ ملك الشمس. ولكن وقبل ما يمشوا من هناك بيلاقوا جيش من النحل بينزل عليهم من فوق وباين انه ميت. وساعتها بيستغربوا بيقولوا ان اكيد في حاجة حصلت في الغابة علشان يحصل ده كله، لان عمر النحل ده ما هيموت كده الا لما يكون فيه سبب. ولكن الكوارث بتيجي ورا بعض لان في شخص بيجي وبيعرف الحاج الكبير ده ان سكان الغابة قالوا له ان صوت الصرخة والخبطة اللي انتوا سمعتوهم من شوية كان صوت ملك الاذن. وبيقول له الحاج الكبير ده يا عم ما تهزرش، هو في حاجة زي كده، ده ارنب عملاق يابا من اللي هيقدر يقتله ده. وبعدها بنروح لنامي وبنعرف انها في قلعة اسمها بيج ستين وبتكون مرعوبة جدا وعمالة تعيط وبتقول ايه النحل الضخم ده. ولكن ساعتها بيخرج لها زيوس من العصاية وبيقول لها صباح الخير يا نامي، هو احنا فين بالظبط؟ فبتقول له نامي انها ما تعرفش وانها اخر حاجة فاكراها انها كانت على السفينة. وبتقعد بعدها تعيط وبتصرخ وبتنادي على اي حد يجي ينقذها، زورو او لوفي او السانجي او حتى يوسف مش هتفرق، اهم حاجة اي حد ينقذها. وبعدها بتبص على لبسها وبتلاقي ان لبسها متغير كمان، وبتقول ازاي انا فاكره ان انا ما غيرتش اللبس بتاعي، هو مين اللي غير لي اللبس كده؟ وبعدين انا فين اصلا وليه المكان ده كبير قوي كده، هو انا في حلم ولا ايه بالظبط؟ ولكن فجأة بتسمع صوت يوسف وهو عمال يصرخ هو كمان، وعلى طول بتفرح وبتقول ان هي هتروح تشوفه. ولكن وهي ماشية بتقع وبتبص تحتيها بتلاقي ان الارض مش مستوية وبتفهم انها في قلعة ضخمة وكبيرة جدا. ولكن هي اول ما بترفع راسها بتلاقي انفذ عملاق جاي عليها وعاوز ياكلها هي كمان، ولكن هي على طول بتقوم تجري وبتقدر تهرب منه. وساعتها بتبص من المكان اللي هي فيه لتحت بتلاقي انه يوسف في الدور اللي تحتيها ولكن بيتاكل من وحش هو كمان. ولكن اول ما بيشوفها يوسف بيفضل يصرخ انها تنقذه، ولكن هي اصلا بتخاف من ضخامة الوحش ده وبتقول له انقذ مين يا عم، انا اصلا حالي زي الزفت هنا. وبتقول له ان في وحش كمان عمال يجري ورايا، هو احنا فين بالظبط؟ احنا في قلعة للوحوش ولا ايه؟
ولكن ساعتها بيجي لها لحظة إدراك وبتفتكر زيوس وبتطلعه من العصاية بتاعتها، وزيوس على طول بيتحول وبيروح يهجم على الأنفد ده وبيكهربه. ولكن علشان حظ يوسف الجميل الأنفد ده بيقع على القط اللي كان بياكل يوسف وبيتأثر هو كمان من الكهرباء بتاعته، وبسبب كده بيسيب يوسف من بقه. وساعتها بتقع نام هي كمان من فوق وبتنزل جنب يوسف. ولكن فجأة بيلاقوا إن القط ده ما تأثرش قوي من الكهرباء، وبيبصوا لهم بصة كلها غضب وبيطلع يجري وراهم. وساعتها بتسأل نام يوسف هو انت تعرف حاجة عن اللي بيحصل معانا ده او ايه اللي جابنا هنا اساسا؟ فبيقول لها لا والله انا اول ما فتحت عيني برضه لقيت نفسي هنا، مش انت حصل معاكي نفس الكلام ده برضه؟ فبتقول له ايوه اكيد ده من الساك اللي احنا شربناه، هم قالوا لنا قبل ما نشربه ان الساك ده اسمه الجنية الخضراء وبيسبب هلاويس، اكيد احنا بنهلوس يا يوسف ولا ايه الكلام؟ المهم بعدها بيوصلوا لطريق مسدود وبيشوفوا ان الارتفاع من فوق لتحت عالي جدا. فبيقول يوسف ان ده فعلا ممكن يكون هلاويس، وبيقف قدام الوحش بكل ثقة علشان يتأكد. ولكن القط بيديها على عينه وبيكسر به السور اللي وراه يا عينه وبيرميه لتحت. ووقتها نام بتقلق عليه جدا وبتفتكر انه مات، وفعلا بتشوف يوسف وهو واقع على الارض وبياخد نفسه بالعافية، وبيكون هما الاتنين وقعوا مع بعض على الارض. ولكن فجأة بتبص نامي فوقيها وبتلاقي ان القط اللي كان بيجري وراهم اتحول لأسد كبير جدا. ونامي بتترعب منه اكتر وبتقول خلاص احنا متنا كده بجد. وساعتها بيجمع لهم الوحش علشان ياكلهم، وقتها نامي بتحط يوسف في وشه وبتقول له معلش يا يوسف انت كده كده ميت، غدار البت دي والله. ولكن فجأة بتسمع صوت الأمل اللي هينقذها، بتسمع وبتشوف ملك القراصنة المستقبلي مونكي دي لوفي، واليد اليمنى للملك روران والزور، واليد اليسرى فينس موكسانجي. والتلاتة طبعا بيخشوا على الأسد وبيفرتكوه حرفيا، الله ينور عليكم يا رجالة. وبعدها بنشوف ان الاسد رجع لهيئته الاصليه وانه كان قطه صغيره في البدايه. فبيستغرب زورو قوي وبيقول ايه التحول الغريب ده، هل يا ترى كل الحيوانات اللي هنا بتتحول زي كده ولا ايه الكلام؟ وبيضحك لوفي وبيكون واقف على القط وبيكون عاوز يجرب اللحمه بتاعته علشان يشوف طعمه احسن من الارنب اللي اكلوه من شويه ولا لا. وساعتها بيروح سانجي يطمن على نامي وبيكون مبسوط انه شافها، وهي كمان بتكون مبسوطه قوي وبتقول انها كانت خايفه جدا وانها كانت فاكره انها تموت بجد المره دي. وساعتها بيزعل لها يوسف وبيقول لو ربنا ما هنسالك اللي انت عملتيه فيا ده يا نامي، انت استخدمتيني كدرع، انت كنت عاوزه تقتليني بجد، بس ماشي هيجي اليوم واعمل فيك اللي انت عملتيه فيا ده ومش هنسالك ده ابدا. وساعتها بيسمع صوت صرخة جاية من الغابة، بيضحك له في جدا وبيقول إن أكيد في مخلوقات ضخمة جاية علينا زي اللي احنا قابلناهم، يلا يا رجالة علشان نجرب اللحمة بتاعتهم. ولكن زورو بيقول له استنى يا لوفي، احنا لازم ندور الأول على طريق البحر فين علشان نشوف الطاقم ونشوف السفينة كمان. فبيقول له سانجي لو انت بتدور على الأكل يا لوفي فخلية النحل وعسل اللي انت رميتهم من شوية دي هتكون وجبة حلوة، روح شوفها وكلها. وحرفيا يا جماعه القلبان والحريق اللي حصلت في جزيره الباف كانت من الثلاثه دول. حتى نامي بتكون مستغربه جدا منهم وبتقول لهم انتوا ازاي اتاقلمتوا على الوضع بالسرعه دي، وبعدين احنا فين اساسا؟ وبعدها بيشيلها سانجي وبياخدها من القلعه وبينزلها تحت، وكمان الباقيين بينزلوا وراهم. وبعدها بيقفوا مع بعض هما الثلاثه وبيفكروا مع بعض هما فين بالظبط. فبيقول زورو انا لما صحيت في الجنب التاني من المدينه، ولما قام يدور هو فين سمع صوت دوشه جايه من بعيد شويه، فراح يشوفها لقى لوفي هناك بيقتل ارنب كبير جدا. فبيعاتب لوفي يوسف وبيقول له انت ازاي مش عارف تقتل وحش زي ده، المفروض الوحوش دي دلوقتي انت تقتلها بسهوله. ولكن يوسف بيقول له انا لما صحيت لقيت الوحش ده قدامي وكان بياكلني، فترعبت منه واعصابي ثابت وما عرفتش اعمل معاه اي حاجه. وبعدها بنشوف يوسف هو بيحاول يخمن هما فين بالظبط، وبيقول ان اللبس اللي احنا لابسينه ده يشبه لبس محاربين الباف. ولكن المشكله بقى مش هنا، المشكله ان محاربين الباف عمالقه جدا واكيد عمرهم ما يكون عندهم لبس صغير زي ده. وبعدها بيرجع يقول بس احنا ممكن نكون في دولة جنب الباف مش في الباف ذات نفسها. وساعتها بيقرروا بقى انهم يروحوا يسألوا سكان المدينة اللي هم فيها دي علشان يعرفوا هم فين بالظبط. ولكن هم ماشيين بيقابلوا راجل لابس لبس العمالقة وراكب جرأة عملاق، هو حرفيا انا مش عارف ايه ده يا جماعة. المهم الطاقم بيوقفوه وبيسألوه ايه المكان ده واسمه ايه، فالراجل بيقول لهم اهدوا شوية عليا يا جماعة، انا اساسا ما عنديش وقت علشان ارد عليكم كلكم، ولكن انا هقول لكم على شويه معلومات بسيطه. بما انكم اول مره تيجوا هنا، الارض الواسعه اللي انتم شايفينها دي هي ارض حاكم الشمس، وانا بكون صاحب قلعه بيج بيستن، وحاليا انا خادم اسكات ساما. فبيرد عليه وبيقولوا له هو انت تقصد ان القلعه اللي هناك دي فيها اشخاص موجودين جواها؟ فبيقول لهم لا، فيها قط بس، وكمان فيها انفد، والاتنين دول بيتقال عليهم الحكام. وبمعنى اخر الارض دي ارض الحكام، واحنا حاليا بنخدمهم، واظن ان هم جعانين دلوقتي وانا واخد لهم اكل ورايح اوديهولهم. وبيقول لهم كفايه عليكم كده علشان باين ان اتاخرت، لان من شويه حصلت حادثه غريبه، هو ان حاكم الاذن الارنب العملاق اتحرق ومات، واحنا مش عارفين مين اللي عمل كده.
ووقتها بنشوف لوفي وبين انه كان عاوز يقول للراجل ان هو اللي اكل، ولكن يوسف على طول بيقفل له بق، والباقيين بيعملوا نفسهم انهم ما يعرفوش اي حاجه. وبيقول لهم الراجل ده لو انتم جعانين تقدروا تروحوا المدينه وتاكلوا اي حاجه من هناك، ولكن قبل ما تمشوا عاوز اعرفكم حاجه للاحتياط بس. اياكم انكم تروحوا للجهه التانيه من القلعه، علشان هناك بيكون ضريح حاكم الشمس وفي حراس اقوياء جدا بيحرسوا هناك. ووقتها نامي بتصرخ على الرجل ده وبتقول له طب كفايه ما تكملش بقى. ولكن ساعتها بنشوف تعبيرات وش لوفي الغريبه وانه كده عاوز يروح لهناك يعني. وفعلا لوفي ما بيكدبش خبر وبيطير على هناك من جنب الطاقم، وزورو هو كمان اول ما بيسمع ان في حراس اقوياء هناك بيعمل زي لوفي بالظبط. فبيزعله سانجي وبيقول له اركح يا عم انت كمان شويه. وبعدها بنشوف الراجل بعد ما مشي وبيشوف ان الارض متكسره جدا وبيكون مستغرب يا ترى مين اللي عمل كده على النعمه انت غبي. وبعدها بنشوف لوفي وهو بيجري علشان يروح القصر، ولكن فجاه بيخبط في حيطه مصنوعه من المرايه وبيكسرها. وقتها الطاقم بيحضروا وراه وبيشوفوا الجدار وهو بيتكسر وبيكونوا مستغربين قوي هو ايه اللي بيحصل بالظبط. وكمان بيظهروا ناس من العمالقه وبيكونوا مستغربين ازاي السما اتكسرت كده. ولكن وفجأة وبعد ما المراية بتتكسر بنشوف إن الطاقم وهو بيبص على الأشياء اللي قدامه بيشوفوا ترابيزة عملاقة وعليها مكنة خياطة. يعني باختصار يا جماعة هما دلوقتي في غرفة كبيرة جدا من غرف العمالقة، غرفة ثلاثية الأبعاد بتوهمك من الداخل إن أنت في مملكة لوحدك. وساعتها بيقول سانجي لو احنا هنا والعمالقة بره فمعنى كده إن هما بيعاملونا كأننا حيوانات داخل صندوق، وهم أكيد عاملين لنا الصندوق ده علشان نكون ممتلكاتهم الخاصة، زي يا جماعة إنك تجيب حوض سمك وتحط فيه السمك وتقف تتفرج عليه من بره. هو ده بقى نفس اللي بيحصل مع الطاقم بتاعنا حاليا. ووقتها الطاقم كله بيتصدم حرفيا، ولكن بعدها هم واقفين بيسمع صوت حد بينادي عليهم. وبيطلع ان ده تشوبر، وعلى طول زورو بيجري علشان يحرره من القيود اللي كانت عليه، وفعلا بيحرره. وبيجري تشوبر على نام وبياخدها بالاحضان وبيقول لها ان كان الطوق ده سميك جدا وما كانش عارف يحرر نفسه، الله عليك يا غلبان. ووقتها بيشوف يوسف ان فيه هدوم على قدهم بالظبط، وبيقول ان حاكم الشمس ده ماهر جدا وبيظبط ادق التفاصيل. وبعدها كلهم بيبداوا يقلبوا في المكان على اي حاجه تنفعهم، ولكن بنكتشف انهم في بيت واحد من العمالقه، والشخص ده عنده هوايه غريبه جدا، وهو انه بيبني بيوت من الازاز وبيجيب البشر والحيوانات وبيحطهم جواه زي ما عمل مع الطاقم بالظبط. ولكن وهم بيقلبوا فجاه بيخرج لهم تعبان ضخم كبير جدا وعاوز يقتلهم، وكمان بيظهر لهم صراصير عملاقه وغراب طائر. وفي نفس اللحظه دي بقى بنشوف شخص بيمشي اتجاه الطاقم وبيكون شكله غريب قوي وماسك عصايه تشبه الشمس في ايده وفي جمجمه على راسه. وبيكلم الحيوانات اللي عند الطاقم وبيقول لهم توقفوا عن اللعب يا رفاق واقتلوهم فورا. ولكن واول ما بيدخل الغرفه بيشوف ان الغرفه كلها متدمره حرفيا، والطاقم كله عمال يقاتل في الحيوانات، ولوفي بيتحول للجير الخامس وبيفضل يضرب في التعبان. وساعتها يوسف بينادي على الطاقم وبيعرفهم ان حاكم الشمس رجع، وعلى طول الطاقم كله بينط في الصندوق اللي خرجوا منه من شويه وبيفضلوا يجروا مع بعض. وحرفيا انا مش عارف هما بيهربوا ليه من حاكم الشمس ده وليه جريوا قدامه اساسا. وساعتها بقى هما بيهربوا بيلاقوا القط اللي كانوا ضربوه من شويه، فبيحاول انه يهجم عليهم، ولكن هما بيدلوا على دماغه وبيركبوه وبيجروا بيه. ولكن هنا القط بيفضل يتمتم في اشياء غريبه احنا مش فاهمينها، لحد ما تشوبر بيترجم لنا اللي بيقوله القط ده، والقط بيعرفهم ان هو مش هيسامحهم ابدا، وانه لما يجيله الفرصه بس هيقتلهم كلهم. ووقتها بنشوف نامي وانها لما كانت بتدور في الغرفه لقت خريطه وبتطلعها للطاقم، وبنعرف ان الخريطه دي مكتوب فيها كل حاجه عن المكان ده، يعني هما دلوقتي يقدروا يخرجوا في اي وقت. ولكن فجاه بيلاقوا حاكم الشمس بيجري وراهم وفي ظهرهم وبيقول لهم انتوا ازاي تتجرأوا وتدمروا مملكتي، انا هنفخكم نفخ الله عليك. ووقتها بتعرف نامي الطاقم انهم لو فضلوا ماشيين في خط مستقيم هيخبطوا اكيد في مرايه تانية وهتتكسر وهيعدوا منها. ولكن وقتها بنشوف ان حاكم الشمس غاضب جدا وبيقول لهم انا عمري ما هخليكم تهربوا مني ابدا، انتم قتلتوا اتباعي ودمرتوا ضريحي وكمان خليتوا حاله المجسم زي الزفت، ومتوقعين بقى انها سامحكم الله عليه. بنشوف سكان المدينه وهما بيحاولوا انهم يهدوا محارب الشمس وبيترجوه انه ما يدمرش المدينه اكتر من كده. ولكن هو طبعا ما بيسمعش لحد وبيجري ورا الطاقم بتاعنا، فبتقول نامي ده مش انسان، ده شيطان علشان يقعد يدمر في المدينه كده. فبيكلم يوسف القط وبيقول له خلي بالك من المباني واوعى تدمر حاجه من اللي قدامك، وفعلا القط بيبدا ينط من على المباني وما بيخبطش في اي حاجه. ولكن بعد شويه بيكسر في وشه شويه بيوت، فبيتضايق منه لوفي وبيقعد يزعق معاه. وساعتها بينادي عليه محارب الشمس وبيقول له استنى يا اسكات، هو انت ليه بتساعدهم اساسا؟ ولكن القط بينونو وبيسيبه وبيمشي. ووقتها بتحفظ نامي كل اللي في الخريطة وتعرفهم انهم في نص المدينة حاليا، ولو فضلوا مكملين زي ما هم في النص كده هيكسروا الازاز وهيعدوا منه. ووقتها محارب الشمس بيسمع نامي وبيقول لها حتى لو حفظتيها فبرضه مش هتعرفوا تخرجوا من هنا، المكان ده اساسا هو سجن العمالقة صنعناه بنفسنا علشان اي عملاق ما يقدرش يهرب منه. وساعتها على طول بيهجم عليهم بشبكة الصيد بتاعته وعاوز يمسكهم، ولكن زورو وسانجي بيدمروها وبيقدروا يخرجوا منها بكل سهولة.
وبيتفاجئ محارب الشمس من قوتهم، ولكن بيقول لهم عادي افضلوا اجروا زي ما انتم كده لحد ما تلاقوا قدامكم محارب الأذن وهيقتلكم فورا. ولكن أهل البلد بيصدموه وبيعرفوه إنه مات، ولاقيينه الصبح محروق، ووقتها بيتضايق أوي لأنه كان أرنب شرس وكان سايبه مع الناس اللي جوه. والمهم بعدها يا أصدقائي بيتغير مزاجه وبيفضل يشجع في الطاقم وبيقول لهم إن ده أحلى شيء حصل له من وقت ما صنع المجسم، وإنه كان محتاج لبطل، لأن أي قصة في عالم مفتوح لازم يكون في صراع من الخير والشر. ووقتها بقى بنشوف سكان المدينة وهما كمان بيكونوا عارفين إن هما محبوسين، وبيخططوا بقى إنهم لازم يخرجوا من هنا قبل ما الدنيا تقفل عليهم من تاني. فبيتكلم محارب الشمس مع نفسه بيقول أنا عارف إن أنتم أقوياء جدا، ولكن هيرودن هو اللي اعترف بيكم بس، ولكن أنا ما اعترفتش بيكم، يا ترى بقى هتعملوا إيه دلوقتي؟ ووقتها بقى أخيرا بنشوف إن الطاقم وصل لآخر المدينة وبيضرب يوسف بالزجاج علشان يكسره، وفعلا بيفجره. ولكن بيتفاجئوا ان ورا الازاز ده في حيطه، وحرفيا يا جماعه احنا بنشوف ان محارب الشمس ده مجنون فعلا. المحارب ده فاكر ان العالم اللي هو صنعه عالم حقيقي، ولازم كل حاجه تحصل فيه زي العالم الحقيقي بالظبط، زي الخوف وزي القلق وزي اليأس وزي الاحباط وكتابه التاريخ وكل حاجه حرفيا. وحرفيا هو شايف ان كل الناس اللي موجوده في المجسم ده هم دم عنده. ولكن ساعتها بيكلم الطاقم وبينادي عليهم بكل اساميهم وبيقول لهم ان هو سعيد انه استقبلهم هنا. يعني يا جماعة هو طلع عارف الطاقم أساسا، حتى نايمي بتستغرب أول ما بتلاقيه بينطق أساميهم وبتقول هو إزاي عرفنا أساسا. وساعتها بنشوف لوفي وهو بيحول إيده للجير الرابع، وأنا بصراحة هنا جالي ذهول من قوة لوفي يا جماعة، لأنه طبعا كان بيستخدم الجير الرابع بكل قوته وبيفقد الهاك بتاعه لمدة 10 دقايق، وكمان بيكون تعبان جدا، فإنه يحول إيده بس للجير الرابع فده تطور رهيب جدا من لوفي. والمهم بعدها بنشوف نامي وهي بتسأل يوسف سؤال وبتقول له لو حصل أي كارثة طبيعية في العالم بتاعنا في حد بيتلام عليها. فبيقول لها يوسف إن الزلازل والفيضانات والصواعق ما حدش بيقدر يعملها أساسا علشان يتلام عليها. فبتقول له تمام، لأنها متعصبة جدا من الراجل ده لأن هو اللي سبب لنا كل المتاعب دي. وساعتها بيدخل سانجي في الكلام وبيكون هو كمان مخنوق منه برضه، بيقول أنا كمان غاضب جدا. وحرفيا يا جماعه سانجي عاوز يفجره لان هو اللي غير اللبس بتاع نام، وده عند سانجي جريمه كبيره جدا لا تغتفر. والمهم بعدها بقى بنعرف ايه اللي حصل مع الطاقم وايه اللي جابهم هنا اساسا. وبنشوف ان في طائر عملاق اخذ السفينه بالطاقم اللي عليها وجابهم لموجين على جزيره موجين. وده يا جماعه واحد من اعضاء طاقم قراصنه العمالقه اللي قائدهم انضم لوفي في دريس روزا. المهم لما الطاير بيجيب لموجين الطاقم، موجين بيتصدم في البداية لأن ده كان طاقم قبعة القش، وهو كان عارف إن طاقم قبعة القش جاي بصحبة العمالقة الكبار جايين لإلباف. فالمهم موجين هنا شاف الطاقم نايمين ومش حاسين بأي حاجة، وده ضايقه أكتر وكان مخنوق منهم أساسا. المهم علشان ما نخشش في تفاصيل كتير وكلام كتير، تعالوا نعرف ليه موجين ما بيحبش طاقم قبعة القش. موجين ما كانش حابب ان القائد بتاعه ينضم للوفي لانه شايف ان لوفي ما يستاهلش ولاء قائده، بما انه واحد من محاربين الباف وعندهم كبرياء عالي. وبيقول لو لوفي كان واحد من العمالقة كان اكيد هيكن الولاء ليه وهيكون تحت سلطته، ولكن بما انه مش واحد من العمالقة فهو بيكره اللي عمله قائده وبقى تحت جناحه. المهم هنا موجين بيستغل فرصة ان الطاقم نايمين ومش دريانين بأي حاجة، وخدرهم بمخدر قوي جدا علشان ما يصحوش دلوقتي. وبعدها خدهم وحطهم في المجسم علشان يكونوا زي الحيوانات الأليفة عنده. وساعتها بقى بنرجع من الفلاش باك الصغير ده وبنشوف نامو وهي بتعمل سحابة رعد كبيرة جدا، وطبعا زيوس بيكون مشحون بالكامل وبينزل على موجين وبيفحمه حرفيا. وفي نفس اللحظة دي بقى كان لوفي استخدم الجير الرابع وكسر الحيطة وعدى ايده منها. ووقتها الطاقم بيكونوا فرحانين جدا وانهم اخيرا هيطلعوا من المجسم ده وهيروحوا لجزيرة الباف الأصلية. وبعدها بقى بنروح لسفينة العمالقة وبنشوف هناك فرانك وهو بيكلم العمالقة وبيقول لهم اسمعوني كويس يا محاربين الباف، احنا دلوقتي هنتوقف عن البحث عن الطاقم بتاعنا. فبيقولوا له ازاي يعني؟ فبيقول لهم استنوا بس وانا افهمكم. وبيقول لهم صحيح ان احنا مش لاقيين اي اثر للطاقم، ولكن رغم البحث بتاعنا عنهم الا انهم ما زالوا احياء، لان انا عارف قوة الطاقم بتاعنا عاملة ازاي وانهم يستحيل انهم يموتوا ويتهزموا بسهولة. وكمان بنشوف الطاقم وهم بيأيدوه وبيقولوا نفس الرأي، وبيقولوا لهم فعلا احنا واثقين ان الطاقم بتاعنا لسه حي. وبيقولوا لهم ان احنا هنروح معاكم لإلباف وهنستناهم هناك، وهم كده كده عارفين ان احنا اصلا رايحين لإلباف. فبيقول لهم بروجي تمام، بما انكم قلتم كده فاكيد هم بخير والحمد لله، وبيحمس الرجالة بتاعته بقى وبيقول لهم يلا خلينا نروح لإلباف دلوقتي.
وبعدها بنشوف لوفي وهو بيكون بيضحك كتير ومستغرب، وبيكون مستغرب من شكل الشجرة اللي قدامه وإنها عملاقة جدا، وبيقول يا ترى هي بقالها قد إيه عايشة. وبعدها بقى بيورونا شكل الجزيرة من بره، وبنعرف إن الطاقم كان محبوس جوه في القصر. وساعتها بنشوف إن في سلم كبير جدا متصل بالقلعة وطالع لفوق يمة الشجرة العملاقة، لدرجة إن نامي بدأت تشعر بالدوار من وسعة المكان وضخامته. وفي اللحظة دي بقى وهم واقفين بنشوف إن في اتنين من العمالقة معديين من على الجسر وعمالين يتكلموا مع بعض. وساعتها بنعرف العملاق الكبير ده وهو بيكون اسمه جولدبرج، والعملاقة التانية دي اسمها جيرد. المهم بتسأله جيرد وبتقوله ليه هيرود ينضم غريب أطوار مثله إلى الطاقم. فبيجاوبها جولد وبيقول لها لأنه ملاح بارع، فبتقوله إن هي بتكرهه وإنه يستحق لقب عار الباب زي لوكي بالظبط. فبيقول لها ان رود لو سمع كلامك كان هيفرح جدا. رود يا جماعه هو ايموجين اللي هو مسمي نفسه محارب الشمس. المهم بعدها بنشوف جيرد وهي بتكلم البومه بتاعتها وبتقول لها انت شفتيه يا بير صحيح لما جاب له الغراب بتاعه سفينه صغيره. فالبومه بتهز دماغها وبتقول لها ايوه ان هي شافته يعني. فجولد بيقول لها من غير ما تقول انا عارف الكلام ده، لان رود بيقبض على اي دخيل بيفكر يدخل هنا. وبعدها بنشوف الطاقم ونامي بتقول له اختبئ يا لوفي خلينا نشوف هما بيقولوا ايه. ولكن هو بيقول لهم دول شكلهم مش اشرار، فبيقولوا له بس اهدى شويه. وبعدها بنشوف جيرد وهي بتقول انا بس لما هشوفه هبلغ يارول سما بافعاله. وبعدها بنشوف يوسف لما سمع من العمالقه وبيقول الحمد لله احنا كده فهمنا احنا فين دلوقتي، احنا دلوقتي في جزيره الباف. وكمان بنشوف سانجي لانه ما كانش متخيل ان حريم العمالقه يكونوا حلوين بالطريقه ديت. المهم بيحاول لوفي انه يتكلم، ولكن بسرعه نامي بتمسك بقه وبتقول لهم يا اغبياء انتوا ما سمعتوش هم قالوا ايه، احنا مخطوفين عندهم. وفي اللحظه دي الاتنين العمالقه دول بيسمعوا صوت وبيلفوا بسرعه علشان يشوفوا ايه هناك، ولكن لما بيبصوا ما بيلاقوش حاجه وراهم وبيفتكروا نفسهم انهم بيتوهموا. وبعدها العمالقه لما بيلاقوش حاجه بياخدوا بعضهم وبيكملوا في طريقهم. وبعدها بنشوفهم هم ماشيين على الجسر، ولوفي بيكون واقف على الحبل، والجسر بيكون عملاق لدرجه كبيره جدا. ومش بس كده، وكمان تحتهم في ذئاب عملاقة برضه، وحرفيا الطاقم كله بيكون خايف يقعوا من الخشبات اللي موجودة على الجسر بسبب حجمها وكبرها. ووقتها لوفي بيقول للطاقم انه استشعر حاجة غريبة جدا جاية من الغابة، والشيء ده خلى جسمه يقشعر. فسانجي وقتها بيقول للوفي انا مش هروح معاك، ولكن زورو بيقرر ان هو يروح معاه. ولكن سانجي بيمنعه وبيقول له لا انا مش هخليك تروح لهناك علشان انت بتضيع الطريق على طول وهتقعد تقرفنا بقى عقبال ما نلاقيك تاني. ووقتها لوفي بيقول لهم انا سمعت الصوت ده برضه لما كنت في المجسم هناك، واظن ان مصدر الصوت ده هو في الغابة. وبنشوفه بقى هو بيقفز من على الجبل وبيسيب الطاقم وبيروح يشوف ايه الشيء اللي في الغابة ده. وبعدها بقى بنشوف سفينة العمالقة وبنشوف ان الطيور هناك عمالة توزع لهم الاخبار الجديدة. وحرفيا يا جماعة بيكونوا العمالقة مصدومين جدا لانهم متهمين دلوقتي انهم ساعدوا قبعة القش ودمروا جزيرة الاجهد بالكامل. وبيكون مكتوب في الأخبار إن محاربين العمالقة الأقوياء استفاقوا أخيرا من ثبات دام 100 سنة وأحرقوا الأخضر واليابس في جزيرة الإجهد. ومش بس كده، ده كمان هم برفقة قبعة القش لوفي الليونكو الجديد. ومش بس كده يا أصدقائي، وكمان صارت المكافأة على كل قائد منهم الغول الأحمر بروج والغول الأزرق دوري مليار و800 مليون بيري. ووقتها العملاقين بيتصدموا حرفيا وبيقولوا ان اخر مرة شافوا مكافئتهم من 100 سنة كانت 100 مليون بيري. وبيتصدموا بقى وقتها من السعر اللي اتحط عليهم فجأة ده. فبتقول لهم روبين ان وضع العملة اتغير من 100 سنة لحد دلوقتي. وبعدها روبين بتقرأ بقية الاخبار وبتشوف ان تهمة قتل فيجا بانك اتحطت على راس لوفي. ووقتها فرانك بيتدخل في الكلام وبيقول ان التحريف والتلفيق مش جديد على حكومة العالم علشان تعمل كده. ولكن بتطلع ليليس وبتكون مبسوطة جدا وبتقول لفرانك هو انتم قتلتوني فعلا، فبيزعلها فرانك وبيقول لها تنيلي انت ما شفتناش واحنا بنحاول نحميك للنهاية ولا ايه. وساعتها بنشوف بروك وجيمبي وانهم ملمومين على روبين، وبيشوف بروك صورة لوفي وبيقول هي امتى الصورة دي اتصورت اساسا. ولكن جيمبي بيقول له احنا لما كنا في جزيرة الايج هيد مصورين صحيفة الاقتصاد العالمي موجودة في كل مكان، واكيد اي واحد منهم من هناك صور الصورة دي علشان يبيعها بسعر مرتفع جدا. فبتقول روبين انها عندها سؤال وبتقول هل لما لوفي بيتحول لهيئته الحرة دي هل العلامة دي بتظهر في دراعه؟ فوقتها بيشوفها جيمبي وبيقول انا ما شفتهاش قبل كده، لكن هو بيقفز وبيتحرك بسرعة كبيرة جدا. فبتقول له روبين ان الامر غريب جدا لان تفاصيل ايده مش واضحة قوي، ولكن العلامة ظاهرة واضحة جامدة جدا. فبيسألها فرانك وانت شاغلة بالك بيها ليه طيب، لكن هي بتقول له ان هي حاسة ان هي شافتها قبل كده بس هي مش فاكرة فين بالظبط.
ووقتها بيحضر بروجي وبيكون فرحان جدا وبيقول انا عمري ما كنت اتوقع ان قبعة القش لوفي دلوقتي صار في منزلة احمر الشعر، يعني ان هو دلوقتي بقى ينكو زيه يعني. فبيقول بروجي هو كمان انه سمع هيرودين ان صار تابع ليه مع انه هو كان شاب طايش وهو صغير الا انه في الاخر هو ابن ملك. وساعتها فرانك بيستغرب وبيقول له هو انت بتتكلم بجد؟ فبيقول له ايوه بالظبط زي ما بقول لك كده. ووقتها بنعرف ان هيرودين لما سمع ان الطاقم في مشكلة في جزيرة الايج هيد كان عاوز يروح ويساعدهم، ولكن طاقم العمالقة ده راحوا قبليه وهو معرفش يجي بسبب ان في مشكلة كبيرة حصلت هنا في الباف. فالطاقم هنا بيسألوه مشاكل ايه بالظبط، فالعمالقة بيجاوبوهم وبيعرفوهم اثناء غياب الزاعمين اتولد في الباف ابن غير شرعي للملك، والولد ده اتلقب بالامير الملعون واتحكم عليه من سنين طويلة بالاعدام مصلوب لارتكاب ابشع الجرائم. ولكن في الآونة الأخيرة كان عاوز يهرب لحد ما اجتمع عليه كل محاربين الباف وحبسوه من جديد. وهنا بقى فرانك بيتصدم حرفيا وبيقول لهم كل محاربين الباف من العمالقة؟ فبيقولوا له أيوة علشان هو اتجنن وإنه كان عاوز ياخد فاكهة شيطان أسطورية كانت متوارثة في العائلة الملكية، وبيقولوا علشان كده قتل والده الملك هارالد وأكل الفاكهة برضه، ولو الأمير لوكي بقى حر طليق هيدمر العالم كله. وبيقولوا ان بسبب عملته دي بقى عار على جزيرة الباف. ووقتها بقى بنروح لمكان تاني وبنشوف لوفي وهو واقف قدام شخص عملاق ومقيد بالسلاسل من كل مكان، وبيكون ده يا جماعة هو الأمير لوكي. فبيسألوا لوكي وبيقول له عرفني عن نفسك، فبيقول له لوفي أنا لوفي الرجل الذي سيصبح ملكا للقراصنة. فبيقول له لوكي ملك، فبيسأله لوفي بيقول له ما هذا المكان ومن تكون أنت؟ فبيقول له لوكي إن هذه مملكة المحاربين الباف أرض الحروب، أقوى مملكة في العالم وكانت نيران الحروب لا تخمد فيها أبدا، وأنا بكون محارب الشمس الذي سينهي هذا العالم، أنا بكون الأمير لوكي. وعلى طول أول ما بيسمع لوفي كده بيفرح جدا وبيقول له كويس والله أنا من زمان كان نفسي أجي أنا ويوسف جزيرة الباف، ولكن الحمد لله حققنا حلمنا وجينا برضه. فبيقول له لوكي اسمعني بس انا عاوز اقول لك على حاجه، ولكن لوفي ما بيكونش مديله اي اهتمام وعمال يوصف كميه اعجابه بالعمالقه وهالتهم الطاغيه اللي شافها من دوري وبروجي والطاقم بتاعهم، وبيقول بكل تاكيد ان البلد دي لازم تكون هي الاقوى. وساعتها لوكي بيصرخ عليه جامد جدا وبيزعق معاه وبيقول له يا عم انا بكلمك هنا اسمعني شويه. فبيسكت لوفي وقتها وبيقول له عاوز ايه؟ فبيقول له لوكي انا بكون محارب الشمس اللي الكل بيتكلم عليه هنا، انت ازاي بتتكلم معايا بالطريقه دي؟ ما تفتحش بقك تاني غير لما تاخد الاذن. وبعدها بنشوف البوستر تحت وبيعرفنا مين لوكي بالظبط، وبنعرف ان لوكي اسمه الملك الملعون تبع جزيره الباف، وعليه مكافاه استثنائيه يا جماعه حطتها حكومه العالم، وهي 2 مليار و600 مليون بير، يا نهار ابيض. المهم بيكلم لوفي وبيقول له انا عاوز منك اجابه واحده بس، ايه اللي انت شايفه قدامك دلوقتي؟ فبيقول له لوفي اللي انا شايفه حاليا ان في واحد متسلسل قدامي ومش عارف يتحرك. فبيقول له لوكي بالظبط كده مفيش حد يتمنى انه يحصل له الكلام ده، وانا بصراحه نفسي اتحرر من هنا لاني مربوط من 6 سنين هنا في الشجره اللي ورايا ديت، والشجرة دي اسمها كنز آدم وهي اللي بتمثل أرض الحروب بحد ذاتها. وعاوز أعرفك حاجة كمان، أنا بكون الأقوى هنا، ولكن أنا مش عارف أتحرك زي ما أنت شايف بسبب إني مربوط بسلاسل الكيروسكي. فبيقول له لوكي بقول لك إيه، خلينا ندخل في صلب الموضوع على طول، بس الأول عرفني اسمك إيه. فبيقول له لوفي إنه اسمه لوفي. فقال له طيب يا لوفي إيه رأيك نعمل صفقة مع بعض؟ أنت من هيئتك دي شكلك واحد من القراصنة وأنت أكيد بتحب الصفقات. وبيقول له ايه رأيك انك تحررني من هنا مقابل ان هدمر لك اي طاقم قراصنة انت عاوز تتخلص منه في البحر. فكر كويس قبل ما ترد علشان وزي ما انت عارف العرض حلو مش وحش، ولو انت عجبك العرض دور على المفتاح هتلاقيه هنا على الجزيرة، بس بصراحة انا مش عارف هو مكانه فين بالظبط. ولوفي وقتها بيكون نايم على رجله وعمال يفكر في كلامه، وساعتها بيحس بشيء غريب جاي عليهم من ناحية الغابة اللي قدامه. فبيقول له لوكي انا نسيت اقول لك على حاجه كمان، الارض اللي انت فيها دي اسمها الطبقه السفليه او بالاصح بنسميها بعالم الموتى، ومفيش حد بيقدر يقرب منها علشان بيترمي فيها المجرمين اللي عملوا فيها جرائم بشعه لانها بتكون سجنهم وساحه اعدامهم. ولو انت مش مصدقني تقدر تحفر في التلج اللي قدامك هتلاقي اقوام من العظام والجماجم بتاعه العمالقه والبشر مدفونه تحتيهم. وساعتها بقى بنشوف لوفي لما بص قدامه يمة الغابة، وبنشوف انه شاف وحوش قدامه ضخمة جدا، ووحش منهم ماسك شجرة عملاقة في ايده وسحقها حرفيا في لمح البصر. والمهم بيكمل لوكي كلامه وبيقول ان الجبال دي موجودة من الاف السنين، وفي الاساطير بتاعتنا احنا بنسميها بالعالم الاول،
وعلى طول وقتها بنشوف وحوش بيخرجوا من الغابة، وحوش كبيرة جدا وكل واحد منهم مختلف عن التاني. فبيقول له لوكي ان العالم ده اللي ماتت فيه الشمس، وبيرجع بعد كده يسأل لوفي عن ايه سبب وجوده هنا اساسا، وبيحذره انه لو هيفضل موجود هنا يخلي باله من الوحوش المفترسة، لان كل واحد منهم حاكم لجبل من الجبال وهم اقوياء جدا، وكمان هم اصحابه من وهو صغير. ولكن اول ما لوفي بيشوفهم بيبتسم وبيقول ان الحيوانات دي بتفكرني بالحنين للماضي. ولكن لوفي بيلاحظ ان في بشر موجودين، فبيقول له لوكي بص يا لوفي، شوية البشر الصغيرين اللي قدامك دول جم هنا على الجزيرة وعملوا فيها مشاكل، لكن في الاخر اترموا هنا وما عرفوش يخرجوا، وعلشان الوحوش ما تاكلهمش لبسوا لبس منتن جدا علشان الوحوش تعرف منهم وما تحاولش تهجم عليهم، وهم حاليا بقوا عاملين زي الجثث الميتة. فواحد منهم بيسمعه وبيقول له ايه الكلام يا عم اللي انت بتقوله علينا ده، انت بتوصفنا بوصف زبالة على فكرة. فواحد صاحبه بيقول له سيبك منه وما تصدعش دماغك بيه، تعال نشوف الشخص اللي معاه ده ممكن يكون معاه حاجة حلوة نقلبه فيها. فبيقول له الشخص اللي معاه تمام، بس يا رب ما يطلعش زي اليونكو شانكس ويخلينا نفقد الوعي تاني. ولكن ساعتها بنشوف لوفي وانه روض الوحوش بتاعت لوكي بالهاك بتاعه، بيكونوا كلهم فرحانين بيه وعمالين يضحكوا له. ولكن اول ما لوفي بيسمع كلمة شانكس بيقول لهم انتوا بتتكلموا بجد؟ انتوا بتتكلموا بجد ان لونكو شانكس كان موجود هنا؟ فبيقولوا له ايوه، ولكن احنا مش فاكرينه قوي لان الموضوع ده حصل من وقت طويل جدا. وساعتها بنشوف لوكي ومزاجه بيتغير وبيسأل لوفي هو انت مين بالظبط، لكن وقتها لوفي ما بيردش عليه، فبيفضل لوكي يضحك وشكله كده بيخطط لحاجة في دماغه. هو بيقول للوفي ايوه شانكس جه هنا قبل كده، بس انت تعرف منين القرصان الجبان ده؟ واول ما لوفي بيسمع لوكي بيشتم شانكس بيتحول على طول للجير الرابع وبيروح يديله ضربة قوية جدا في وشه، ولكن لوكي بيزعق له وبيقول له اهدى يا ابني انا بهزر معاك. فبيقول له لوفي يعني ايه بتهزر؟ ما تهزرش في الحاجات اللي زي دي، واياك انك تقول حاجة عليه مرة تانية. فبيغضب لوكي جامد وبيقول له انت ضربتني وانا مش قادر اتحرك، بس اقسم بالله اول ما هتحرك هقتلك بطريقة بشعة. فبيقول له لوفي طالما انت مش قادر تتحرك فبلاش انك تعصبني تاني حتى لو على سبيل الهزار، لانك لو كررتها تاني هحط دماغك دي في الشجرة اللي وراك. وقول لي دلوقتي ليه شانكس جه هنا، وهل هو لسه موجود على الجزيرة ولا لا، وايه الغاية اصلا من مقابلته ليك؟ اصل بصراحة مش مصدق ان هو جه هنا علشانك انت. فبيضحك وقتها لوكي ضحكة خبيثة جدا وبيقول له انا مش هعرفك اي حاجة بدون مقابل، يعني من الاخر شخلل عشان تعدي. وبعدها بنشوف على الجسر بره عند الطاقم، بنشوف ان هم مش عارفين يمشوا عليه بسبب ان هو عمال يهتز جامد جدا من الهواء. ولكن يوسف بيبص وراه وبيلاقي عملاق طالع يجري على الجسر جامد جدا، وهو اللي عامل الاهتزاز في الجسر ده. ولما بيدقق فيه اكتر بيعرف ان ده محارب الشمس اللي كان عمال يجري وراهم وحابسهم في المجسم. بس هو ما كانش يعرف هو بيجري من ايه، لحد ما بيبص وراه بيلاقي ان الاتنين العمالقه اللي كانوا شافوهم قبل كده شايلين السفينه بتاعتهم وطالعين يجروا وراه. وبيكونوا الطاقم وقتها مش فاهمين اي حاجه، ولا ايه اللي بيحصل، ولا ليه هم بيجروا وراه اساسا، وليه السفينه بتاعتهم معاهم اصلا. ولكن بيقترح عليهم زور ان هو يقطعهم، ولكن يوسف بيوقفه وبيقول له اياك انك تعمل كده، انت كده هتموتنا معاهم بالطريقه دي. وبعدين بيقول لهم ممكن يكونوا دول اصدقاء المعلمين بتوعه، فما فيش غير حل واحد قدامنا، لازم نهرب دلوقتي. وفعلا بدأوا يجروا كلهم مع بعض، وهم حاليا مش عارفين السلم ده بيودي على فين، ولكن هم بيقولوا انه ممكن تكون جزيرة الباب فوق في الاعلى، فلازم ان هم يجروا للاعلى علشان يطلعوا لفوق ويشوفوا الجزيرة. ويا ريت ان هم يجروا اسرع والا هيموتوا تحت رجلين العمالقة. والمهم بعدها بنشوف هيرودن وبنعرف ان هو وصل لجزيرة الباف، واول ما وصل هو والطاقم بتاعه بيروحوا يصطادوا فريسة كبيرة جدا علشان يقدموها لوفي والطاقم بتاعه. فبيقول له صديقه اللي جنبه بس ده يا زعيم هنرفعه ازاي، انت مش شايف ان هو ضخم اوي؟ فبيقول له بطل تقول كلام ملهوش اي لازمة، انت ما تعرفش طاقم قبعة القش عمل ايه معايا. وبيبدأ يشرح له ان هو لما كان في دريس روزا وكان دوفلامينجو مسيطر على الجزيرة ومسيطر عليهم كلهم، جه لوفي واتدخل وهزم وحررنا منه. وبعدها بيقول له شيل شيل يلا خلينا نلحق نوديه لهم. وبعدها بنشوف في فريم بيوصف لنا من هم طاقم العمالقه الحاليين دول. بنشوف ان هم 5 اشخاص فقط، رود اللي هو ملاح السفينه، وستيسن اللي هو نجار السفينه، وطبيبه السفينه اللي هي جيرد، والطباخ اللي هو بيكون جولدبرج، وطبعا القائد بتاعهم هيرودن. وبيكون مكتوب في الفريم ان ال5 اشخاص دول اعلنوا الولاء لطاقم قبعه القش وهم حاليا اتباع ليه. وبعدها بنشوف في البحر في المية اللي قريبة من جزيرة الباب، بنشوف هناك بروك وهو بيكون حلق لروبين وعمل لها تسريحة شعر كويسة جدا، وبيكون الكل فرحانين بيها وعمالين يهزروا معاها، وشكلها كده روبين بتحضر نفسها كويس علشان تقابل سول على الجزيرة.
وفعلا كلامه بيطلع في محل، وحتى العمالقة بيقولوا لها نفس الكلام وبيقولوا لها احنا عرفناكي برضه من تسريحة شعرك لما سول وريها لنا أول مرة. فبتضحك وقتها روبين وبتكون سعيدة قوي، وبعدها بنشوف انهم خلاص دلوقتي وصلوا لجزيرة الباف. ولكن فجأة بنشوف في آخر فريم إن في عملاق بيصرخ وبيقول إن المعلم سول وقع على الأرض وباين إنه أغمى عليه. وبعدها بنروح للحانة اللي على ساحل جزيرة الباف اللي كان قاعد فيها شانكس قبل كده. وبنشوف هناك الولد اللي اسمه كرون، وبيشوف سفينة العمالقة وهي ماشية في المية وبيكون فرحان جدا. فبيروح على طول ينادي عليهم وبيسألهم انتوا هتيجوا تشربوا حاجة هنا ولا لا، لكن بروجي بيعمل له إشارة لا وإن هو مش جاي. والولد بسرعة بيروح يعرف الست اللي شغالة في الحانة جوه، وبيعرفها ان هم اكيد هيطلعوا فوق على طول. فبتقول له الست كويس اكيد هيطلعوا فوق علشان معاهم ضيوف، والا كانوا هيجوا هنا ومش هيمشوا غير بعد كام يوم. وبتعرف الولد بقى انه لو ناوي يروح لهم في عالم الشمس ياخد معاه الاكل ده ويديه لريبلي، وكمان انا حطيت اكل لابوك هناك اديهوله برضه. فبيشكرها الولد على الاكل وبيسالها هو انت تعرف الشخص اللي جه مع القائدين ده بيتقال عليه ان هو اليونكو الجديد. وكمان بيعرفها انه اتكلم عليه احمر الشعر معاه وقال له انه اسمه قبعة القش واني منساش الاسم ده ابدا. وبعدها بيخرج من الحانة وبياخد الاكل وبيمشي علشان يروح للزعيمين. فالست اللي هناك بتنادي عليه وبتقول له يبقى يعرف الزعيمين انها هتجيلهم بعد شوية، فالولد بيقول لها حاضر وبياخد بعضه وبيمشي. وبعدها بنشوف هيرودن والتابع بتاعه وهما بيشوفوا سفينة إيريك العظيمة جاية في وشهم، وبيكونوا سعداء جدا وبيقولوا ان هم محظوظين لانهم جم في وقت تشكيلة قوس قزح علشان كده يستغلوا الفرصة ويطلعوا عليه معاهم. وبعدها فعلا بنشوف قوس قزح واللي بيكون ممتد من البحر للجزيرة على طول، وبنشوف الطاقم وقتها وبيكونوا مبهورين بيه جدا لانهم اول مرة يشوفوا قوس قزح من قرب كده. ولكن بينادي عليهم بروجي وبيعرفهم ان هو ما كانش يعرف ان هو نادر عندهم كده، ولكن هو اللي رسمه بالحجر اللي معاه. ساعتها جيمبي بيتفاجئ او ما بيكونش مصدق اللي بيسمعه. فبينادي واحد من العمالقة على الزعيم وبيعرفوا انهم قربوا من قاعدة قوس قزح، فامسك نفسك كويس انت والباقيين علشان هننطلق. وفعلا بيروجي بيعرف الطاقم انهم يمسكوا نفسهم كويس علشان يطلعوا بشكل عمودي على قوس قزح. ووقتها الطاقم ما بيكونوش فاهمين هو يقصد ايه، وفجأة بيلاقوا السفينة بتطلع فوق بشكل عمودي على قوس قزح وبيتقلبوا كلهم على السفينة. وبيسألوا نفسهم هو ايه اللي بيحصل بالظبط، فبيقول لهم بروجي معلش انا نسيت اشرح لكم ان مدينة الباب بتكون فوق الشجرة الكبيرة ديت، وعلشان كده احنا بنضطر نركب قوس قزح للوصول ليها مباشرة، وما تقلقوش اول ما نوصل هناك هنعمل عزومة كبيرة وهناكل فيها لحد ما نشبع. فبيزعق معاه فرانكو وبيقول له انا مش عاوزك تقول لي حاجة عن الاكل دلوقتي، انا عاوزك تفهمني بس احنا ازاي اساسا بنطلع فوق قوس قزح كده. المفروض قوس قزح ده بيكون انعكاس للمطر، فازاي اساسا احنا بنقدر نمشي عليه دلوقتي. فبيقول له بروجي ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده، ركوب قوس قزح شيء عادي جدا اي حد ممكن يركبه، لو انت مش مصدقني فبص تحتينا هتلاقينا ماشيين عليه. وفعلا الطاقم حرفيا بيكون مصدوم ومستغرب من اللي بيحصل حواليهم، وهي حاجة تجنن برضه يا جماعة، ازاي يعني انك تمشي فوق قوس قزح، دي حاجة ما تمشيش مع العقل. وبعدها بنشوف هيرودن وهو بينادي على الزعيمين وبيبدأ يسلم عليهم وبيكونوا كلهم فرحانين انهم شافوا بعض. فبيسألوا هيرودن على لوفي، فبيقول له لوفي لسه ما جاش، فبيقول له تمام هيبقى ياكل بقى من اللحم اللي انا اصطدته علشانه لما يوصل، فبيضحكوا كلهم وبيقولوا له تمام. والمهم بعدها بقى بننتقل على الجسر تاني وبنشوف رود هو لسه بيجري قدام العمالقة. ولكن فجأة بنشوف لوفي وهو بيشوف السفينة بتاعته بيروح بسرعة يطلع وبيقعد في ايد جيرد وبيقول لها ان السفينة دي بتاعته فليه شايلينها كده. ووقتها جيرد وجولد بيفرحوا جدا انهم شافوا لوفي وبيقولوا له ما تقلقش احنا مش سارقينها ولا حاجة زي ما الشخص اللي قبلنا عمل كده، لاننا احنا مش مجانين زي كل اللي احنا عاوزينه بس اننا نصاحبكم مش اكتر من كده. وساعتها بتفهموا بقى انها عرفت كل حاجة حصلت معاهم وبتعتذر له على كل اللي حصل معاهم. فبيقول لها لوفي انت تقصد الراجل اللي لابس جمجمة في دماغه؟ وساعتها جولد بيقطع كلامهم ويقول للوفي انا شفتك من شوية جاي من عالم الموتى، هو انت وقعت هناك ولا ايه؟ فبنشوف لوفي كده وبيكون مصدوم ومش عارف يرد يقول له ايه. وساعتها بيفتكر كلام لوكي معاه لما اتموا الصفقة مع بعض وطلب منه لوكي انه ما يعرفش اي حد عن الصفقة اللي بينهم. فبيقول له جولد خلاص لو مش عاوز تجاوب لانك عمال تتعرق اكيد ده بسبب الجوع وانت مش عارف تتكلم منه، المهم انك تكون بخير وخلاص. وبعدها بنشوف رود لما قرب من الطاقم وشافهم وبيكون متجنن عليهم حرفيا وبيكون عاوز يمسكهم علشان يرجعهم تاني للمجسم. ولكن زورو وسانجي بيقدروا يعملوا له فخ صغير كده وبيمسكوه بيه وبيكونوا مستغربين هما الاتنين ازاي اساسا الشخص العملاق ده وقع فيه. وبيقولوا ان الحيوانات بتفهم عنه، فما بالك بقى بعملاق كبير كده يقع في فخ صغير زي ده.
وبعدها بقى بيقرروا ان هم يكملوا في طريقهم لحد ما يوصلوا للبلد، لكن ساعتها بيسمعوا صوت لوفي هو بينادي عليهم. واول ما بيسمعوه بيقفوا كلهم علشان يشوفوا ده لوفي ولا لا، ولكن ساعتها فجأة بنلاقي جيرد وجولد هما الاتنين بيطلعوا الاسلحة بتاعتهم وبيضربوا رود ضربة قوية جدا، وده طبعا علشان اللي عملوا مع الطاقم. فبتتكلم جيرد مع الطاقم وبتعتذر لهم عن اللي حصل من رود، وبتعرفهم ان هي وجولد اصدقاء لهيرودن، يعني اطمنوا ما تقلقوش مننا. وكمان بتعرفهم ان هي هتاخدهم وتطلعهم من هنا. وساعتها اول ما لوفي بيلمح يوسف بينزل بسرعه وبيقول له يلا انا سمعت ان مدينه الباب فوق الطبقه دي، يلا بسرعه خلينا نروحها. فبيفرح يوسف جامد جدا وبيقول له يلا يا لوفي. فبتنادي عليهم جيرد وبتقول لهم لو فضلتوا ماشيين في خط مستقيم كده وعديتوا الغيوم اللي قدامكم دي هتلاقوا مدينه هناك قدامكم، اطلعوا فيها واستنونا هناك. وساعتها هي بتشيل الطاقم وبتاخدهم علشان يمشوا مع بعض. وعند سفينة العمالقة كانوا بيشرحوا لبقية الطاقم عن جزيرة الباف وإنها مكونة من 3 طوابق، وبيكون طابق النعيم وطابق الشمس وطابق الموتى، وطبعا طبقة النعيم اللي بتكون من فوق، وطبقة الشمس اللي بتكون الوسطى، وطبقة الموتى اللي هي بتكون تحت خالص. وهم حاليا دلوقتي متجهين لطبقة الشمس لأن دي بتكون قرية دوري وبروجي. وبعدها بيظهر فريم كده وبنشوف دولة الباف وبنشوف ان هي كبيرة جدا بشكل واسع قوي. وفي الوقت ده بيكون يوسف ولوفي وصلوا المدينة، وبيكون يوسف عمال يعيط من فرحته لانه اخيرا حقق حلمه ووصل لجزيرة الباف. وبيفضل يفتكر ذكرياته هو ولوفي لما كانوا بيحلموا انهم يوصلوا لجزيرة الباف ارض المحاربين العظماء. وفعلا يوسف بيكون عمال يعيط بحرقة شديدة من فرحته ومن وصوله للمستوى ده. وبعدها بنشوف رد فعل الطاقم والاتنين تقريبا وصلوا على نفس المكان وبيكونوا مبهورين جدا من كل حاجة هناك. ووقتها بيشوف فرانك لوفي في الجزيرة وهو ماشي بالسفينة وحرفيا بيكون متضايق منهم لأنه كان قلقان عليهم جدا، ولكن بعدها بيرجع يطمن نفسه وبيقول الحمد لله إن هم بخير. وبيشوف لوفي الباقيين إنهم راكبين على قوس قزح وبيكون غيران جدا وحرفيا نفسه يجربوا زيهم. وفي اللحظة دي بقى بيظهر لنا شخص غامض جدا لابس عباية سودا ومفيش حاجة باينة منه، وبيقول مرحبا بكم في الباف، مشاعر جياشة تغمر من يراها وجميع الكلمات والحروف عاجزة عن وصف هذا المشهد الخلاب. هنا تقع مملكة أرض الحروب على جزيرة الباف، ومن هنا استوحى الناس لقبها وأشجارها ونباتها وأزهارها وحشراتها وأسماكها وطيورها، وحتى حيواناتها يعجز العقل عن استيعاب كبر حجمها. أيها المغامرون لن تندموا على وقت قضيتموه هنا حين تغادرون، ولكن إن كان علي كتابة أمر واحد عن أراضيها اللي بتكون مليانة بالغموض ويعمها السكون فسيكون أمر واحد فقط، والأمر ده إياكم أنكم تفضلوا وقت كتير على الجزيرة هنا. المستكشف لويس أرنولد. يعني يا جماعة هو بيحذر الطاقم أنهم يفضلوا وقت كتير على جزيرة الباف، يعني يستمتعوا بكل حاجة ولكن ما يطولوش فيها. ولكن السؤال الحقيقي هنا، ليه المستكشف لويس أرنولد حذر أي شخص يطول في الباف؟ وهل فعلا الجزيرة دي مجرد أرض محاربين العظماء، ولا في سر مرعب مستخبي فوق أغصان شجرة آدم العملاقة؟ ومين الشخص الغامض اللي ظهر في الآخر ده، وليه كلامه كان كأنه يعرف مستقبل طاقم قبعة القش قبل ما يحصل؟ واضح إن رحلة قبعة القش في الباف مش هتكون مجرد مغامرة عادية، دي بداية أسطورة جديدة هتهز العالم كله. وبكده يا أصدقائي نكون وصلنا لنهاية الحلقة، ولو توصلت لحد هنا فأنا أحب أشكرك من كل قلبي. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وسلام.